السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات وأغلى متابعين من جوه مصر ومن بره مصر، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويحفظ أولادكم ومالكم يا رب، اللهم آمين، ويديمكم نعمة في حياتي. بحبكم في الله. النهارده بقى يا حبيب قلبي هناخد بقى الشوطة بتاعتنا بقى كده كلها كده على بعضها، ونروح عشان ناخد القمح نغسله في البحر. بصراحة احنا كنا يعني مخزنينه كده في شكارة، بس هو طبعا طبعا غسيل البحر بيبقى احسن من غسيل الحنفية بكتير. احنا بقى هنا في الريف ما بنعرفش بصراحة ناخد القمح كده ونروح جايين حاطينه كده تحت الحنفية في الحمام ونغسله. لا، احنا بناخد القمح ونروح على البحر على طول. طبعا اللهم صل على النبي. اول حاجة ان احنا لقينا سوسة كده في الشكارة، ف قعدنا هوت عشان نغربلها. شايفين الطشت الكبير اللي تحت الغربال ده منزل سوس قد ايه؟ وقلنا عشان ما نخسرش القمح خالص هنغسله بقى ونطحنه وناخد منه اول درجة وتاني درجة، وبقيته بقى نرش بيه للجاموسة، مفيش مشكلة. شايفين بقى الابيض اللي في المية ده؟ الابيض اللي في المية دوت اللهم صل على النبي. الدقيق يعني كان مسوس القمح مسوس قوي، ودوت الدقيق بتاعه كان داخل كمان دقيق في قلب شكارة الغلة، واحنا مش عارفين، مع ان احنا حاطين لها برشام وحاطين لها ملح كتير برضو للتخزين وكنت عامله معاكم الفيديو ده. حطينا اهوت كل طشت اهوت فيه شوية قمح، وحطينا عليه مية يبوش على من ايه. اما بيبوش كده بيطلع اي عفش فيه او اي برضو ترابة او اي حاجة. هنقلبه كده ونسيبه. هيطلع بقى كل الحاجات دي على وش المية. هنلم بقى كل الحاجات ديت اللي على وش المية ده عشان ما نخسروش خسارة، هنحطه في الحلة ديت. ممكن برضو نرش بيه الجاموسة او نرميه للبط او نعمل فيه اي حاجة تانية، مش مشكلة. هنلمه بقى كده عشان خسارة، لان اول ما ميل الطشت ده بعد ما اخلص القمح كله هينزل في قلب المية. يلا بقى، ده رزق السمك النهاردة، يعني السمك بقى هيجي ياكل اللهم صل على النبي. القمح اللي وقع اللي بيقع مننا كلنا ده في المية، يعني احنا بيقع مننا قمح، حبوب قمح كتيرة. السمك بقى بيجي عشان يعني ياكلها، يعني يتغذى عليه. والصيادين بيصطادوا السمك برضو، المراكب اللي بتعدي بيصطادوا بقى اللي معاهم الشبك وبيصطادوا بقى السمك. المهم يا حبيب قلبي ان احنا بقى هوت هناخد بقى شوية بشوية كده في غلق الغسيل. ده غلق الغسيل بتاع القمح. اي بيت في الريف عنده غلق الغسيل ده، كلنا طبعا عارفينه. انا بقول بقى الكلام ده للناس بتاع المدينة. هغسله بقى كده كام غسلة، وانزل لو في اي شوية عفش فيه، اي طين، اي حاجة. واخد بقى الغلق ده كده احطه كده على ايه، على حتة كده صلبة كده، السلمة كده وايه، وادعك فيه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا ورانا ايه موال كتير، بس يلا بقى قوموا تنشطوا كده وتشجعوا. لو وراكي اي حاجة قومي اعمليه. مش شرط يكون غسيل غلة، يعني غسيل هدوم، غسيل اي حاجة، ترويق شقة، مواعين، ما في شغل البيت ما بيخلص. شغل البيت هيخلص علينا ان شاء الله ومش هيخلص، هو دايم على طول. بس احنا بقى بنقول ايه، نتنشط كده ونتشجع ويلا. احنا دلوقتي بقى كنا حوالي الساعة، اللهم صل على النبي، كانت 11 الظهر. وعلى ما خلصنا كانت الساعة 2:30، يعني قعدنا بقى في الموضوع ده كده كام ساعة. بعد ما خلصته دعك كده بنزله هوت في قلب المية. هشطفه بقى، برضو هقلب فيه كده كام تقليبة، وانزل برضو اللي فيه شوية مية كده. هنزل بقى كل اللي فيه. شايفين بقى اللي بيطلع منه دوت الحبوب ديت حبوب الغلة اللي هي المخرومة اللي هي فيها سوسة. فحبوب الغلة دي اصلا يعني السوسة بتخليها مخرمة كده، مبتبقاش حبات الغلة كاملة، بتبقى مخرمة من قلب من السوسة اللي فيه. ودي بصراحة اول مرة تحصل معانا. ان الغلة تسوس كده ولسه ما كملتش يعني تخزين السنة، مش عارفة يعني ده سببه ايه. وكمان الغلة كانت سخنة قوي، يعني سخنة قوي بسبب الصوص الكتير اللي كان فيه. لو حد يعرف ده سببه ايه اكتبولي في الكومنتات، لان دي اول مرة يحصل لنا كده يعني. يلا بقى، قدر الله ما شاء فعل. احنا قلنا هناخد اول درجة وتاني درجة من الطحين وخلاص، والدرجة التالتة والرابعة مش هنستعملها يعني خالص، بقى هنرش بقى للجاموسة، مش مشكلة. هنطلع بقى كده، احنا ما كناش واخدين شكاير نعبي فيها ولا حاجة. فاحنا بقى قلنا لدام في سوسة كده هن جبنا البنات هنكبلهم كده في الحلل ويشيلوها من ورانا، يطلعوها يعني في المكان اللي احنا هننشفها فيه. الطشت هو طول طشت اللي هو الكبير ده بتاع الحمى ده، يعني خلصناه بني الفلاحين زي ما بنقول عليه.
بنغسل بقى فيه بطاطين وفيه كل حاجة بنغسلها فيه، ومفارش السرير كله بينفع بصراحة. هناخد بقى بعد ما خلصناه كده كبينا المية اللي فيها اهوت، وهناخد بقى احنا كل التشوطة حطينا فيها مية، حطينا على القمح مية، وبناخد منهم نغسل غسلة بغسلة. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. لو انتوا لسه مستمرين معايا لحد دلوقتي، اتمنى كل المتابعين يحطوا لايك للفيديو، عشان احنا فعلا تعبنا وسقعنا وكل الحاجات كلها، وظهرنا وجعنا واتقطم في الفيديو ده. روتين صعب بصراحة، وبالذات في عز الشتا ده، اما تكون الواحد بيغسل قمح بيبقى الجو ساقعة وبتبقي واقفة كده بله هدومك، يعني حاجة صعبة صعبة بصراحة، والمية بتبقى ساقعة جدا. احنا بقى دلوقتي فاضل معانا بقى لسه كام غسلة اهوت. فاول حاجة بنقلب فيها كده زي ما انتوا كده شايفين، بنقلب فيها ليه؟ عشان الغلة الخفيفة اللي هي فيها سوسة تطلع على تطلع فوق كده على وش الغلق، وتمشي في قلب المية زي ما انتوا شايفينها كده. كام تقليبة كده لحد ما نتأكد ان القمح مبقاش فيه ميته ماهيش نضيف، يعني نضيفة، وكمان مفهوش اي غلة فيها سوس، ولا فيه اي عفش، ولا فيه اي حاجة. طبعا الغلة كانت غالية السنة اللي فاتت، ودي غالية برضو دلوقتي، يعني ربنا يرحمنا بقى من الاسعار اللي ماشية دلوقتي. اسعار بقت صعبة بصراحة. القمح ده احنا كنا السنة اللي فاتت شارينه ومخزنينه. ما زرعناش غلة، يعني بصراحة بقالنا سنتين تلاتة كده ما زرعناش الغلة، وخصوصا بعد لما قالوا ان هما الغلة هياخدوها يعني في الجمعية الزراعية وكده. انا خلصنا هو ده، وفاضل بقى الطش دوت اللي فاضل، والطش التاني بقى اللي جنبه، يعني فاضل قدامنا كده 3 طشوطة زي ما انتوا كده شايفين. جايبين طبق كده وبناخد منه. وبعد ما بنغسلها بنطلع ندعكها ونشطفها. دي بقى طريقة غسيل الغلة في البحر عندنا هنا في الريف. اتمنى يا رب تكونوا مستمتعين بالفيديو ده. وادي بقى طريقة الدعك بتاع الغلة، بتاخدها كده من تحت لفوق كده، وتدعكي فيها عشان لو في اي حاجة تطلع برضو منها، وبالذات كمان لو كان لسه فيها طين او حاجة، من دعك الايد كده الطين ده بيطلع بيبوش، يعني بنطلعه بره ان هو نفرفره، ان هو لما ننزل الغلق في المية يبوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ديت غسلة، كل غسلة بنعمل نفس الطريقة دي. يا رب بقى في النهاية يكون الفيديو عجبكم. يعني هو كل طشت كده غسلناه على غسلتين، يعني كل غلق شويتين كده. فقعدنا مثلا يعني غسلنا حوالي، اللهم صل على النبي، كده يجي بتاع 10 غسلات. غسل 10 غسلات بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، نص الطشت في غلق ونص التاني في غلق. بعد كده بقى بعد ما خلصناها خالص، بنعمل بقى فيها كنا كانسين بقى المكان دوت وفارشين فيه الحصرتين دولت. والاولاد كانوا بيطلعوا يعني يفضوا عليه القمح. دلوقتي بقى هنسيبه كده لمدة مثلا 6 ساعات، ونطلع بقى عشان نفرشه على الحصيرة بقى كلها كده زي ما انتوا شايفين، عشان ينشف بقى. هنسيبه لمدة يومين 3 ايام، وبعدين نطلع نغربله ونوديه مكنة الطحينة عشان نطحنه يبقى دقيق. يا رب في النهاية يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.